هاد الشخص سميتو ياسين بونو، من معاناة في الغربة لأحد أحسن حراس في العالم. مونتريال 5 ابريل 1991 تزاد ياسين من ابوين مغربيين مهاجرين بكندا، واللي مباشره بعد ولادته بسنه غير رجعوا للاستقرار بالدار البيضاء، بالضبط بحي مر السلطان، فين يقضي كاع الطفوله ديالو. فبحال جميع ابناء الحي بقى ياسين تابع كره بملاعب القرب، لكنه كلاعب وماشي كحارس مرمى. وملي كانت عنده 7 سنوات دخلوا الوالد ديالو لمدرسه الوداد سنه 1998 تزامنا مع مباريات مونديال فرنسا، وهنا دخل كحارس حيت كانت كتعجبو حراسه المرمى. التنقل بين الفئات كان بسلاسه بحكم تطور البنيه الجسمانيه ديالو والسلوك الجيد داخل اي فئه كيدوز منها، زائد صبر الابوين وتوجيههم الجيد خارج ملعب بن جلون. فمعظم مدارس التكوين بالمغرب كتدوز الكثير من المواهب، لكن فئه قليله هي اللي كتكمل حتى لاخر رابع. ياسين في تكوينه مع الوداد دوز مسار اشبه بمسار دراسي، حيث انه تدرج بين فئات من الصغار الفريق الاول مده 12 سنه ليختتم مساره بادراجه بالفريق الاول. لكن وجود حارسين كبار من قيمه نادر المياغري وكريم فكروش خلاوه يلعب مع الامل ويتدرب مع الكبار قبل ما توصل الاصداء للمنتخب الاولمبي ومنتخب تحت 20 سنه، واللي يتم ادراجه رفقه خيره اللاعبين الشباب انذاك. بونو رغم انه في الامل فراه بداو كيجيو عروض احتراف باوروبا لدرجه سافروا لفرنسا لاتمام صفقه مع نادي نيس، لكن بسبب ضعف المبلغ المقترح ما خلاوش الصفقه تكمل. فمع بدايه الموسم الحارس الثاني للوداد كريم فكروش انتقل لنادي باس جيانينا ليفسح المجال امام ياسين، وولا هو الاحتياطي امام حراسه نادي الوداد الرياضي. لحسن حظه الوداد كان فائز بالبطوله وداخل في غمارات عصبات الابطال، الشيء اللي خلاه يتنقل بين الدول ويعيش التجربه الافريقيه لو من دكه البدلاء. فكونك حارس احتياطي يعني انك في اي لحظه يولي الاعتماد عليه. فرصه جايه خاصك غتكون موجود باش تستغلها احسن استغلال. الوداد تاهل لنهائي العصبه بعد 19 سنه من الانتظار. ذهاب كان بمركب محمد الخامس 6 نوفمبر 2011. دخل الفريق الاحمر للمقابله وسط حضور جمهور تاريخي، لكن ما كانوش محظوظين بالفوز وسال الماتش بالتعادل السلبي ليتاجل الحسم لموقعة رادس بعد يومين من المقابله اثناء احدى الحصص التدريبيه المسائيه. بينما الكل منشغل في التمارين غيتسمع صراخ في جميع انحاء مركب محمد بن جلون. بمصدر كان الحارس الكبير نادر المياغري اللي تصاب في الكتف ديالو بعد محاولته تصدي الكره بضربه مقاس. فبعد معاينته باحدى المصحات تبين انه غيبعد على الميادين اكثر من شهر، خبر اللي نزل كالصاعقه على محبي النادي، خصوصا ان المباراه الاياب بعد 4 ايام فقط. والانظار كلها توجهت للحارس الشاب ياسين بونو. الان جاتو فرصه، ولكن ماشي في مباراه وديه وماشي في البطوله، بل كيتسناه الفينال ضد اغلى لقب قاري تشامبيونز ليغ وضد نادي الترجي، وفين وسط رادس دخل الوداد للمقابله والكل حط الثقه بين يدين الشاب الطويل القامه ياسين بونو. فريق الترجي كان فرحان باصابات نادر المياغري، فرحان بدخول الحارس اللي ما عنده حتى ماتش رسمي مع الوداد كيتصحابوه لقمه العيش ونقطه الضعف. لكن بونو دار ماتش اكبر من توقع المتفائلين به وصدم ليا البشر. فرغم الانهزام بهدف اللي ما كانش فيه غلط الحارس، لولا ياسين بونو لكانت الوداد منهزمه ب5 ولا 6 الاهداف. بعد النهائي حياة ياسين تبدلت 360 درجة، جاتو العروض من كاع الجويه، فرنسا، اسبانيا وحتى من المغرب، ليستقر تفكيرو على اتلتيكو مدريد القطب الثاني بالعاصمة الاسبانية. لكن بعد ما يسالي الموسم بونو مشى لاتلتيكو كحارس ثالث بوجود تيبو وكورتوا، وكان ما كيدخلش بزاف نظرا لوجود محترفي حراسة المرمى انذاك. 12 يوليوز 2016 اعلن نادي جيرونا عن تعاقده مع حارس ياسين بونو امتد ل3 سنوات، وبدا الممارسه بالدرجه الثانيه، وبالتالق ديالو طلعوا ذاك العام للدرجه الاولى. وهنا نادي اشبيليه كبر في عينيها وخداتو اعاره لموسم واحد مع احقيه الشراء. لكن كحارس ثاني نفس السيناريو ديال الوداد، تصاب الحارس الاول وتعطات فرصه لبونو بعد عام تقريبا، وهنا بين الناس اللي كاع شككوا فيه وفاز بثاني اغلى لقب اوروبا وتختار باحسن حارس بالبطوله الاوروبيه. هادشي اللي خلاه ياخذ الرسميه مع المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022. كنتمنوا التوفيق لهذا الشخص المتواضع ومزيدا من العطاء، وكما ديما لكل مجتهد نصيب. الفيديو سالينا، ما تنساش واحد اللايك ومتابعه باش يوصلك الفيديو الجاي. كان معكم خالد بي ام. الله.